ليه كده يا زمالك؟ انت كده زعلت جمهورك. انت بدأت المباراة بشكل رائع جدا جدا جدا، لدرجة المحللين قبل ما الماتش بتاعك يبدأ يا زمالك، محللين الأهلاوية والزملكاوية حتى اللي مالهمش في الكورة قالوا احنا خايفين من الزمالك في ماتش القمة. بس النهارده ممكن الكلام يتغير شوية، هقول لك ليه. انت جبت في البدايه هدف محترم قوي، وكنت ضاغط في الشوط الاول بشكل غير طبيعي وكاسح، والهدف جه عن طريق عدي الدباغ. ناقص لك فرصه واحده بقى الهدف الثاني، انت كده في امان. انت كده اساسا انت في المركز الاول دلوقتي برصيد 16 نقطه، مش عارف بالهدف اللي انت جبته. خلاص. طيب لو كنت جبت فزت طلعت من المباراه دي، يعني جايب لك هدفين ولا ثلاثه، يبقى انت ماسك المركز الاول باشا. المصري لو فاز مش هيحصلك دلوقتي، المصري لو فاز اللي هو تحت منك هيحصلك، عشان بس الكلام ده احنا بنتحاسب عليه. المصري عنده 15 نقطه وانت 16، وادي دجله تحتك، الاهلي الرابع. الاهلي كان في المركز ال 15 من كام يوم يا زمالك. نقول اللي لينا واللي علينا. جبت هدف، ما تضيعش فرص منك محققه، فرص كتير. هتقول لي طيب المباراه كانت حلوه، كانت جميله، والجونه فريق محترم قوي، فريق تقيل، والجونه ما كانش يعني بيعرف يخلق فرص زي نادي الزمالك. النهارده اللعيبه الفرقتين بصراحه لعبوا لعب كويس قوي كمان، عكس مباراه الاهلي وحرس الحدود، لان الاهلي كان عنده مشاكل في الدفاع ومشاكل هجوميه ومشاكل في التنفيذ ومشاكل مالناش دعوه بالاهلي دلوقتي. المهم الاهلي طلع فايز، ما اي نعم مشاكل وحوارات، بس طلع فايز 3-2. انت يا زمالك طالع متعادل 1-1. هدف في الشوط الثاني كان هيرفعك، كان هيخليك وانت متصدر باشا في نفسك، نقاطك ياما، الدنيا حلوه عندك. هتقابل الاهلي الماتش الجاي، كسبت الاهلي بقيت في الصداره وانت مستريح، خسرت من الاهلي هتفضل برضه في الصداره. اما انت لو خسرت من الاهلي المصري كسب، في قصه وفيلم يعني مش مستحبين لجمهور نادي الزمالك. فبالتالي الزمالك النهارده انت ظلمت نفسك وظلمت الجمهور. الجونه مش سهل خالص، ولكن كان اللعيبه بتعرف تخلق فرص. انا شايف، كلنا شايفين ان اللعيبه بتخلق فرص. الدفاع عندك كويس خالص، خط الوسط عندك كويس، اللعيبه بتعرف، العرضيات كويسه ومتقنه، الهجوم عندك شكله رايق وحلو. طيب ليه ما تجيبش الهدف الثاني؟ ده بقى المشكله بتاعت نادي الزمالك في الماتش كلها، نخلق فرصه ولكن ما نعرفش نجيب هدف، ودي المشكله. ان شاء الله الماتش الجاي هيبقى الاهلي والزمالك الاسبوع القادم باذن الله. توقعات الماتش الاهلي والزمالك، مش عاوز اقول ان الزمالك هيكسب او الاهلي هيكسب، ولكن يعني انا دايما بقول في اضعف الايمان ان هم هيتعادلوا، عشان لا ده يزعل ولا ده يزعل، لان انا شخص طيب شويه، مش عاوز قلبان يعني. خلاص لايك بقى، شير، اعمل اللي انت عاوز، شوف هتعمل ايه. اليوتيوب خش اشترك فيه، والسلام عليكم.